بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا غاليين في قناة مشترياتي وأكلاتي مع أم عمر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سعدني ويشرفني دايما متابعتكم على القناة. بتمنى أن الجميع بخير إن شاء الله رب العالمين. الفيديو بتاعنا اليوم كده من بحر الأسعار. بما إني كنت في هايبر باندا امبارح فقلت إيه برضه حود على بحر الاسعار، هو جنبه بالظبط، جنب هايبر باندا اللي في حي الريان في 14 هنا يعني ما شاء الله. فقلت اصور لكم كل ما هو جديد بقى اللي نزل عشان رمضان، لان في ناس سالوني قالوا لي يا ام عمر بحر الاسعار نزل حاجات رمضان ولا لسه، فحبيت اروح اشوف. ما شاء الله تبارك الرحمن، منزلين تشكيله حلوه خالص من المفارش والاطباق والسفره، ومنزلين حبه حاجات حلوه خالص بمناسبه رمضان. كل سنه وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. وانا بسجل لكم على الفيديو دي باذن الله رب العالمين، وهنزل لكم الفيديو لما الفيديو ينزل باذن الله، اكون احنا في طريقنا باذن الله رب العالمين لمكه المكرمه، رايحين نعمل عمره. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا ان شاء الله كده ايه يجزاكم عنا خير، ودعواتكم لنا كده نوصل بالسلامة وتكون الأمور ميسرة وسهلة علينا بإذن الله رب العالمين. طبعا زي ما انتم شايفين، اللهم صل على النبي، منزلين طبعا مفارش السفرة بتاعة رمضان دي حلوة خالص، أنا خدت منها. عايزة أقولكم يا جماعة، قسم البلاستيك حداهم ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده يعني ايه مش تشبعي منها، كل ما تروحي لازم تجيبي من البلاستيكات بتاعتهم. بصراحة بحر الأسعار مميز خالص. يعني مثلا شايفين انا كنت واخده بانيو زي ده كده هوت لعيالي، ما شاء الله تبارك الرحمن، حميتهم فيه ما شاء الله، وفضل عندي جديد زي الفل ما شاء الله تبارك الله، على 5 ريال. حلو خالص يا جماعه البانيو بتاع الاطفال ده. كمان السبت الغسيل ده تحفة 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 بصراحة، يستاهل أكتر من 10 ريال كمان ما شاء الله. روعة سبت الغسيل المربع ده. أنا كنت عايزة أجيب منه، بس بصراحة ما كنتش عارفة أجيب الحاجات أوديها فين. الأسعار بسيطة والحاجات حلوة، فأنت كل ما تروحي يعني إيه عايزة تجيبه وخلاص. وخصوصا قسم البلاستيك، طبعا أنا خدت لي 2 من دولي اللي هم بإيد دولي، علشان طبعا إيه رايحين عمرة ونحط فيهم أكلاتنا وحاجتنا زي ما أنتم شايفين كده. لا مش دول، اللي هم اللي دول، رغم ان بلاستيكهم مش عجبني قوي، بس اضطريت ان انا اخد يعني عشان ايه احط فيهم يعني سندوتشات واكلات وكده، عشان ايه في الباص طبعا 12 ساعة او 11 ساعة، فبناخد سندوتشات كده. شوفوا البلاستيك دي بقى يا جماعة، انا خدت لي طبقين بصراحة، خدت واحد اصفر وخدت واحد اورنج، ما شاء الله تبارك الرحمن، مكتوب عليهم رقم 5، والبلاستيك بتاعهم صافي وزي الفل ما شاء الله تبارك الله. بص طول ما البلاستيك تشميه كده مش يكون طالع له ريحة، بيبقى حلو ما شاء الله، مكتوب عليه رقم 5 وتحفة. انا خدت لي حبتين تحفة يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. الكراسي ديت برضو مش عايزه اقول لكم متينه جدا وحلوه جدا للاطفال، لو مش عندي برضو كنت خدت برضو على 5 ريال ما شاء الله تبارك الرحمن. مش عارفه مش اتاكدت من سعرهم، بس اكيد محطوطين في رحب و5 يعني. وزي ما انتم شايفين كده برضو الكراسي ديت برضو حلوه. الواحد بياخدهم يقعد عليهم العيال ويسرح لهم مثلا. الواحد بيبقى قاعد على علي في الكنبه، بيحتاج الكراسي ده قاعد عليها العيال كده سرح لهم. برضو الشفاشة جهيت اللي هي برضو عليها بلاستيك كده، عليها برضو ايه نفحات رمضان زي ما انتم شايفين. طبعا يا جماعة هو شهر رمضان ربنا خلقه للعبادة وللصوم وللصلاة والحاجات دي والتعبد، بس في نفحات كده يعني الواحد بيبقى ايه يحب مثلا مفارش جديدة، حاجات جديدة كده، يعني حاجات بهجة كده ايه تدخل السرور، وكمان العيال يفرحوا ويعرفوا مثلا في رمضان. زي كده برضو احنا بنعلمهم برضو ان رمضان شهر الصدقة والصيام وفي كل حاجة حلوة ما شاء الله تبارك الرحمن. ربنا يا رب ايه يجيبوا علينا بالخير والبركة يا رب. شايفين منزلين بقى تشكيلة اطباق في بحر الاسعار ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده فخمة في منتهى الجمال. دي طبعا تشكيلة كده ايه الشكل ديت من زمان حداهم، بس انا ايه الشكل اللي فات دي كان جديد ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، اللهم صل على النبي، برضو حاجات فخمة زي اللي انتم شايفينها دي. بصوا انا اي حاجة عليها ورد تلاقوني وقفت عليها كده وفضلت اتفرج عليها كده، مش ببقى عايزة امشي من ناحيتي. اي حاجة عليها ورد تلاقوني انا مش عايزة امشي من ناحيتها خالص. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. طبعا الطبق على 5 ريال 75 هللة. اللهم بارك. كان في ناس كتير خالص بتاخد اطباق يا جماعه. شايفين دول كان عليهم اقبال اللي هم مرسوم عليهم دول، وهوريكم نوع تاني برضو حلو. لا هم منزلين تشكيله اطباق حلوه بصراحه، كذا كذا شكل وكذا نوع، وانت تشكلي براحتك بقى. اهو زي ما انتم شايفين طولت عند الاطباق دي خالص، كنت بتفرج عليهم. اي حاجه عليها ورد بتغرينا على طول ان شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد. اهو زي ما انتم شايفين
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الحاجات ديت برضو، بصوا الطبق اللي تحت ده عامل زي السرفيس كده المربع، حلو خالص يعني. ممكن الصورة كمان جايباه صغنن، انما هو كبير ما شاء الله تبارك الله. برضو المفارش دي يا جماعة هو تقريبا مفرش ومعاه كده يعني مفارش صغننة كده، ممكن تحطها على اي حاجة زي ما انتوا شايفين. هو مكتوب عليها ايه؟ رمضان نورنا، ما شاء الله. دي اطباق صغننة كده، تقريبا 6 على 5 ريال او 5 على 5 ريال. بصوا دول كان عليهم اقبال برضو ما شاء الله. الشكل دي كان عليه اقبال شديد زي ما انتوا شايفين كده اهو. الناس كنت انا بصور وهم باخدوا يعني ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. في طبعا زبديات للشوربة، وفي طبعا شايفين برضو دي تشكيلة تانية. اللهم بارك ما شاء الله. بنتي دايما واقفة جنبي وانا بسجل الفيديو، بتدندن كده ما شاء الله، غزلتها سرحة يعني ما شاء الله. اللهم صل على النبي. التشكيلة دي برضو حلوة يعني، الخامة بتاعته حلوة وعجبتني. دي اللي عليه الرسمة بتاعت برزاتش دي على 3 على 5 ريال. زبديات حلوة وسط كده يعني، ممكن برضو يتحط فيها شوربة، رز بلبن، اي حاجة وسط. دول بقى على كام؟ على 5 ريال. شايفين تشكيلات جديدة بصراحة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. حاجات كويسة اللهم بارك يعني. دي شكل تاني برضو. وسبحان الله يا جماعة، لولا اختلاف الأذواق لبرد السلع يعني. كل واحد له ذوق في حاجته، أو له ذوق في اختياراته، كل واحد واختياراته ما شاء الله. بس بصراحة التشكيلة اللي هناك تحير يعني، برضو يعني تحير الواحد برضو. في حاجات حلوة وهادية، ورسوماتها هادية وسادة وحلوة. وفي الرسومات اللي عليها الورد اللي انتوا شفتوها ديت برضو، في ناس تحب في دي وفي ناس تحب دي. انا عن نفسي بحب الاتنين، بس بميل للحاجة اللي عليها ورد اكتر. بس برضو في نفس الوقت بقول ايه، الواحد ياخد حاجة هادية كده ايه. برضو اللهم صل على محمد. شايفين انتوا الطبق جدين؟ الطبق يا جماعة اللهم بارك عامل زي المنسف كده وكبير. اللهم صل على النبي. دي بقى غويط خالص. شايفين تشكيلاته حلوة اللهم بارك وواسعة. الطبق عامل زي الطاجن كده يعني ما شاء الله. بس معرفش دي بقى دي بتحطه في الفرن ولا ما بتحطوش ولا ايه بالظبط. حاولت ان انا اصور لكم كل حاجه جديده في بحر الاسعار للناس اللي سالت يا ام عمر، بحر الاسعار نزل حاجات رمضان ولا لسه؟ عايزه اقول لكم كمان في قسم الملابس فوق، انا طلعت بصراحه كنت رايحه اجيب للعيال ملابس داخليه وكده. عايزه اقول لكم ان هم منزلين يا جماعه، معلش ان انا مش امداني الحظ ان انا اصور لكم فوق. الناس اللي هتسمعني منزلين ملابس للاطفال اللي هي بتبقى بتاعه المواقع ديت على 5 ريال، بتاعه المواقع اللي هي بتاعه مش عارفة اسمها ايه، بس عندهم ملابس حلوة الأيام دي يعني. اللي يروح يبقى يطلع فوق يمكن يحصل حاجة كويسة يعني ما شاء الله. دي طبعا المفارش برضه اللهم صل على النبي. بالمتر يا جماعة، المتر على 5 ريال، 75 هلل. في قماش من اللي هو الناعم خالص ده، عامل زي الستان أو عامل زي السموكن كده. وفيه اللي هو زي اللي انتوا شايفينه ده العادي يعني. انا عن نفسي ختم اللي انتوا شايفينه، شايفين اللي مكتوب عليه رمضان نورنا ده، خدت منه ما شاء الله تبارك الله. حوالي 5 متر كده. افرجهم بقى على الطاولات والترابيزات والحاجات اللي انتوا شايفينها دي. برضه حاجات اللهم بارك اهو. بصوا بوريكم، شوفوا انا خدت الطبق الاصفر ده او مش اقتنعت، لقيته حلو وحلو وشكله عجبني خالص، رحت خدت اخوه برضه اورنج، خدت طبقين. هنا برضو كنت اهوت باخد مفارش. اللهم صل على النبي. عجبتني يا جماعة المصفى دي حلوة خالص. اللهم صل على النبي. بقيت اشوفها كده على اليوتيوب ويعملوا فيها ومش عارفة ايه، على 5 ريال. حلوة وكبيرة. خدت لها حبتين برضو، بتتلم بكل سهولة، عاملة زي السيليكون كده. عستيها بتحطي بتستعمليها بعد كده بتحطها كده، مش بتاخد حيز خالص ما شاء الله. غسلت حبة خضرة بتحطهم بيصفوا، غسلت حبة فاكهة، غسلت اي حاجة. بصراحة حلوة وحجمها كبيرة وعجبتني.
في برضه حبيت اصور للامهات اللي هي محتاره على اللي بتاع اللي بيقولوا عليها بوتي ولا معرفش بيقولوا عليها إيه. احنا على ايامنا كنا بنقول حاجات تانية يعني، ما فيش داعي بقى ان انا اقول. آه، حبيت اصورها لكم برضه عشان كان في يعني الامهات اللي بتبقى تدور على الحاجات دي تحتار تجيبها منين. موجوده هي يا جماعه اللي احنا بنعلم الاطفال يعملوا عليها بيبي ماشي. ما شاء الله انا خدت لي زي ما انتم شايفين كان في اللون ده. انا خدت لي واحده اللي هي الموف ده. وخدت لي واحده كده لون تاني يعني مش البني ديت لون تاني. عجبني جو البرطمانات ديت حلوه اللهم صل على النبي جميله خلاص كنت شايفاهم في الشامل وكانوا عاجبني. او لقيتهم برضو هنا في بحر الاسعار الواحد لو خد 6 كده وعملهم طقم توابل يبقى شكله جميل خالص ما شاء الله. زي ما انتم شايفين اهو. اللهم صل على محمد. حلوين خالص اللهم بارك يعني. الواحد يشكل له ممكن ياخدهم سادة وممكن ياخدهم مشكلين يعني هم نفس الحجم. طبعا فوق زي ما انتوا شايفين انا خدت لقطة سريعة على المشي كده. بس معلش انا بقى لما قفلت الفيديو خالص لقيت بقى يا جماعة ورا كده. لقيت ناس بصراحة واخدة وعمالة تدور وتنجم ومش عارفة ايه. فقلت اكيد في حاجات حلوة فروح دورت زيهم اللهم بارك. في ملابس اطفال حلوة ممتازة ما شاء الله تبارك الله الايام دي اللي هي بتاعت المواقع دي فروح. فعلى 11 ونص وفعلى 5 ريال باذن الله تحصلوا. انا عن نفسي ما حصلتش يعني هو كم قطعة كده لبنت الصغيرة وحتى ايه. في اللي اجى على قدها وفي اللي مش كويس عليها خالص هرجعه. وكده يا جماعة الفيديو بتاعي خلص معاكم مش تنسوا تحطوا لي لايك بقى وتدعوا لنا كده ايه. ان شاء الله ربنا ييسر حالنا وحالكم اللهم امين يا رب العالمين وكل سنه وحضراتكم بخير. وزي ما قلت لكم ان شاء الله رب العالمين ساعه ما ننزل لكم الفيديو ده هيكون في طريقنا لمكه المكرمه ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اللهم امين يا رب العالمين. اي حد يا جماعه له دعوه مخصوصه يكتبها لي في التعليقات وانا عينيا الاتنين لكم. انا على فكره مش بنسى ابدا ان انا ادعي لكم. واي حد بيكتب لي ادعي لنا يا ام عمر والله بدعي له بالاسم بالظبط وزي ما هو جاي لي. فان شاء الله رب العالمين اكتبوا لي في التعليقات باي دعوه انتوا عايزينها. بس ربنا يتقبل منا باذن الله وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. عايزه اقول لكم كمان وانا فاكره كان في اخت دايما كان الايميل بتاعها اللي بتكتب لي منه تعليق اسمه صلاتي راحتي تقريبا صلاتي راحتي. كانت قالت لي في عمره من العمرات ادعي لي يا ام عمر ربنا يرزقني بالذريه الصالحه لاني لي فتره متزوجه ومش حصل نصيب يعني. دعيت لها والله يا جماعه من قدام الكعبه. وكنت عملت لها مقطع كده وكنت نزلته على القناه ان انا بدعي لها يعني. فبشرتني بعدها حوالي ب10 ايام قالت لي يا ام عمر هبشرك ان انا حملت وكده ربنا يكمل لها على خير اللهم امين يا رب العالمين. بس المشكله بقى ان الاخت ديت لها فتره كبيره مش علقت عندي بصراحه وكانت دايما تقول يا ام عمر انا تعبانه ادعي لي ربنا يثبت حملي يعني وكده. فهي بقى لها يا جماعه فتره كبيره ما علقتش عندي بصراحه. لو هي سامعه دلوقتي سامعيني واني بتكلم يا ريت يا ريت يا ريت تطمنا عليها والله والله مفتقداها وعايزه اطمن عليها. فلو كنت سامعانا طمنينا عليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.